ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. في هذا الفيديو تاعنا اليوم غادي نديرو هادو لي باغكيت فارسي بلاموس تاع الدجاج اللي طلبتوها مني. وفيما يخص العجينه راني غادي نحطها لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف، راني دايرتها ديجا معاكم. اما فيما يخص لافارس غادي نحتاجو فيها حبه بصل نرابوها هنايا في الاشوار تاعنا، واللي عندها سكرفاج ترابيها في السكرفاج، بس ما نسحقوها تكون رقيقه شويه. رابوها هنايا، نحكموا لا كوكوط مينوت تاعنا، نديروا فيها هذاك النص صدر تاع الدجاج، نضيفوا لها هذيك الحبه تاع البصل مرابيه، هاهي وينه، ونضيفوا لها جمارف كبار تاع الزيت، شويه تاع الملح، عود تاع قرفه يكون صغير، وشويه فلفل كحل. هنايا غادي نقلوها واحد التقليه خفيفه، ما خصناش البصل تاعنا يحمر. هنا غادي نضيفوا الورقه تاع الرند، حنا نستحقوا المرقه تاعنا تكون بيضه، نمرقوا قد ما يتغطانا هذاك الدجاج، ما خصناش المرقه تكون بزاف. هيا وينه، نبلعوا لا كوكوط مينوت تاعنا، نخلوها واحد من 20 دقيقه حتى نص ساعه. هي الدجاج بروحها ما يشتش الطياب كيما اللحم تاع الخروف ولا تاع الغنم. ها هو بعد ما طاب خلوه يبرد شويه، نقلعوه منه وخلوه يبرد، ونروحوا نديروه في الاشوار تاعنا باش نرحيوه. هاي هنا نزيدوا له شويه هذيك من هذيك المرقه اللي طاب فيها، ما كتروش، خاص كنت كثري تجيك جاري وما يتبوشالكش. هاي هنا نبداو نطحنوا فيه، ها هو شوفوا بعد ما طحناه، شوفوا القوام تاعه كيش يجي شاد روحه. هذه الكميه تاعنا اللي عندنا تاع الدجاج، نزيدوا لهذه البورسيون تاع فرماج لافاج كيري ولا تشيزي ولا اللي عندك، ولا ما سطيش هذا الفرماج جيبي جبن المثلثات ولا الجبن تاع البيدو ولا الجبن تاع الميزان، المهم يكون عندنا جبن طري. نقطعوه كيما هاك، نعاودو نطحنوه واحد الطحنه خفيفه هكا باش يدخل لنا داك الفرماج مع الدجاج. وخلوه يبرد شويه في الثلاجه، ونعمرو في لابوش هذويها هي كتشوفوا فيها، ونبقاو نبوشو فيه. وهنا التزيين يكون اختياري، طريقه البوشاج تكون كيما تبغي نتيا، دي غوزات ولا ديري هذه الطريقه اللي ندير فيها انا هكا، هذه تجي شابه هكا. شوفوا كي درنا في الثلاجه كيشد روحه. غادي نكملوا الحبيبات تاعنا ونروح نزينهم معاكم. هنا راني درت لهم حبه زيتون اخضر كان عندي، ولا عندك زيتون الكحل تاني ديري، درت شويه فخوماج رابي وشويه معدنوس هنا في الوسط. ونتمنى تجربوهم ان شاء الله يا ربي في هذا شهر رمضان المبارك، وتخلونا في التعليقات وش هي طيبه.